اهلا وسهلا بكم يا بنات، ومرحبا بكم في فيديو جديد. هاد المره نتكلم لكم على هاد البلسم. فاول حاجه نتكلم لكم على كيف تعرفت عليه. فانا تعرفت عليه عن طريق الفيسبوك في احد المجموعات النسائيه. كانت احد المشاركات حاطه صورته وكانت تسال يعني من وين تجيبه كم الثمن. فاللي لفت انتباهي هو كثره التعاليق، فاغلب البنات يعني كانوا يشاركوها نفس الاسئله، وهما ايضا كانوا يبحثوا عنه وعن ثمنه. وبعض البنات اللي كانوا مجربينه كانوا يمدحوا فيه كتير. وفي البداية انا ما اهتميت بالموضوع، ولكن بعد شي اسبوع يعني في نفس الصفحة كانت احد المشاركات حاطة صورته وهي كانت تبيعه. وما زال اتذكر الثمن كان 25 درهم، وكان عليه اقبال كبير، يعني كل البنات كانوا يبحثوا على طريقة التواصل مع التاجرة حتى يشتروا هذا البلسم. ففي هذيك اللحظة يعني فقط يعني سجلت صورته في دماغي وما عطيته اي اهتمام كبير، خصوصا اني عمري ما شفته في احد عفوا خصوصا اني عمري ما شفته في شي محل مكياج. ولكن من بعد كنت في السوق يعني بالصدفة شفته في احد المحلات الخاصة بهذه المنتجات التجميلية. ولكن اللي صدمني هو حجم هذه القنينة. لما سمعت يعني كل المميزات اللي عنده الكل يمدح فيه، فانا كنت متخيله يكون شي منتج يعني بقياس يعني كف اليد، ولكن استغربت انه هو ضعف الكف اليد، فهو حجمه كبير. واللي زاد يعني صدمني اكثر هو الثمن. يعني كان ثمنه 13 درهم، يعني ما يقارب شي دولار ونصف. في هذيك اللحظه يعني انا كنت في حيره، يعني كيف شي يكون بهذا الحجم وبهذا الثمن ويعني الكل يمدح فيه. لاني دائما كانت عندي فكرة اني اربط ما بين الجودة والثمن والحجم. في هذيك اللحظة يعني كنت في حيرة، يعني نشريه او ما نشريه. من بعد قررت انني نشريه ونجربه. يعني لو فعلا كان جيد مزيان، لو ما فادني باي شيء ممكن نرميه، اصلا هو ما كلفني شيء كتير. فطبعا اشتريت المنتج وجربته. فصدقوني هو انه من اول تجربة يعني غيرت رأيي تماما، يعني تغير رأيي اللي كان عندي في البداية. فاول حاجة نتكلم عليها هي الرائحة. فعلا عنده رائحة رائعة جدا، يعني تمنيت يعني انكم تشموا ريحته. فعلا فعلا ريحته رائعة، يعني هي كأنها ريحة الزهور. يعني رائحة فعلا رائعة. والأحسن حاجة يعني أنه هاد الريحة يعني تضل في الشعر، ولو أنك تغسليه فريحة هاد البلسم تضل عندك في الشعر على الأقل يوم أو يومين تقريبا. وأيضا فهو يخلي الشعر ناعم، يعني مثله مثل البلسم. يعني البلسم الآخر اللي نشتريه بأثمنة غالية، فأنا كنت قبل ما نستعمل هذا البلسم استعملت بلسم ولا بلسم سانسيلك، جليس، دوف، بونتين. ولكن في الحقيقة لما جربت هذا يعني هذا بالنسبة لي ريحة المرتبة الأولى، لأنه عنده مميزات، يعني الحجم والثمن رخيص وعاد الإيجابيات. فبالنسبة لي هو أحسن من كل اللي جربتهم من قبل. فكيف قلت فهو يخلي فعلا الشعر ناعم، يعني لما تحط يعني يدك على شعرك فعلا تحسي أنه ناعم وانسيابي. وأيضا فهو يعطيك لمعة للشعر وما يخليه جاف. فانا طبيعه شعري لما نغسله من الضروري نستعمل زيت، وانا كنستعمل زيت جوز الهند. هذا الشيء يعني كان شيء ضروري مستحيل نستغنى عنه. ولكن لما استعملت هذا البلسم فالنعومه اللي يخليها على الشعر واللمعان خلاني استغنى على زيت جوز الهند. فانا حاليا لما استعمل هذا البلسم ما استعمل ابدا الزيت. فقلت انه ريحته رائعه، يعطي نعومه ويعطي لمعان. هذا غير انه الحجم كبير، يعني شوفوا حجمه فهو 750 مليلتر. 750 مليلتر فقط 13 درهم. فهذه ايضا بالنسبه لي يعني حاجه من الايجابيات والمميزات. وايضا يعني انت ما تحتاجي تخليه مده طويله على شعرك، يكفي فقط تحطيه ممكن دقيقه ودقيقتين ومن بعد تغسلي الشعر. على عكس بعض البلسم، بعض انواع البلسم اللي تخليهم 5 دقائق او 10 دقائق، هذا لا، يعني ممكن يعني فقط توضعيه وتغسليه في نفس الوقت يعني والنتيجة هي. فكنظن هذه هي
الحاجات يعني الإيجابية اللي متواجدة في هذا المنتج. هو على فكرة هو منتج إسباني، هو مستورد من إسبانيا. وانا في الحقيقه بحثت عليه قبل ما نسجل هذا الفيديو، بحثت عليه في الانترنت حتى نشوف المعلومات عليه، فصادفته فقط في احد المنتديات المصريه، يعني منتدى واحد، ويعني فهو غير معروف وغير منتشر. ممكن يعني تكون هذه الشركه في بدايه الانتشار، ممكن على حسب ما كنظن. وخلينا نوريكم، فشوفوا حجم القنينه يعني قربت تكمل كثرة ما انا استعمل هذا البلسم. فاذا احنا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا به واستفدتوا، فاشكركم جدا على المتابعه ومع السلامه.